السلام عليكم. اهلا بيكم. احنا النهارده هنعرض لكم شقة اسكان اجتماعي نموذج الطرقة الطويلة في مدينة 15 مايو. احنا استلمنا الشقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. للناس اللي مش عارفة، النموذج هو عبارة عن طرقة طويلة ومنها كل الابواب. عندنا هنا في باب المطبخ وده شكل المطبخ، وعندنا في 3 غرف، بتبقى في غرفة في الوش وغرفتين فاتحين في الطرقة. ده شكل الغرفة بتاعتنا الأولى، وده شكل الغرفة التانية. وعندنا البلكونة الصغيرة بتبقى ما بين المطبخ والحمام، وده شكل البلكونة بتاعتنا. طبعا ده شكل الحمام. زي ما انتوا عارفين السباكة بتكون سيئة جدا. شكل البانيو القديم بيبقى فيه تسريب. شكل السيراميك مش ألطف حاجة. شكل القعدة. طبعا احنا هنبدأ نشتغل على كل الكلام ده، وهتشوفوا ازاي شقة الاسكان اتحولت من الشكل ده للشكل النهائي. فكمل معانا الفيديو لحد الاخر عشان تشوف النهاية كانت عاملة ازاي وقدرنا نوصل لايه. بدأنا طبعا في اعمال التكسير وخلصنا اعمال التكسير بالكامل، وجبنا الخامات بتاعة السباكة وخامات الكهرباء، وبدأنا طبعا في اعمال التأسيس. هنلاحظ هنا ان احنا فتحنا غرفة المعيشة على الريسبشن، وطبعا كسرنا سيراميك الشقة بالكامل، ووسعنا المطبخ، فتحة المطبخ، وكسرنا سيراميك المطبخ بالكامل وسيراميك الحمام، ووردنا خاماتنا، وبدأنا شغل سباك، وركبنا الحديد بتاع البلكونة، وبدأنا شغل تركيب السيراميك، سيراميك الأرضيات وسيراميك الحوائط للحمام والمطبخ. والحمام طبعا اخترنا سيراميك فاتح عشان الحمام صغير معانا، وكمان قفلنا البلكونة سيراميك، واشتغلنا في سيراميك المطبخ. استخدمنا كل الحاجات فاتحة عشان تفتح معانا الدنيا. واشتغلنا في اعمال الدهانات، ركبنا كرانيش فيوتك بس ساقطة عن السقف عشان نقدر نركب فيها ليد، وهتشوف الشكل بتاعها النهائي. وركبنا الزاوية الاستانلس، ووقفنا الشقة على مرحلة البطانة لان لسه العميل هينقل بعد فترة. وبدأنا بعد كده هنبدأ في شغل تركيب الابواب والدهانات. ازاي هنبدأ نركب الابواب بعد السيراميك، لان هنا الابواب مش ابواب بتركب بنركب الابواب بالفوم مش بكنات، فبنركب بعد السيراميك وبتبقى طبعا افضل. وهنا الابواب عمولة وراكب عليها قشرة ميلامين يعني. وتعالوا نشوف بقى الشقة اتحولت وهنسلمها ازاي. فاكرين شكل الشقة كان عامل ازاي في البداية؟ دي شقة اسكان الاجتماعي. شكل الطرقة بعد الابواب ما ركبت معانا، والغرفة المعيشة اللي فتحناها على الريسبشن، وشكل الكرانيش الفيوتك والسيراميك بالالوان البيج الفاتحة المتناسقة مع الوان الارضية، مع دلايتين في السقف شكلهم مودرن جميل. طبعا والبلكونة الصغيرة قفلنا عليها الحديد وقفلناها سيراميك، وعملنا فيها الغسالة والسخان، وشطبنا بقى الكهرباء بالكامل، وركبنا الأكر الجميلة دي. والغرف ركبنا فيها السيراميك، شرايح من كليوباترا مع الكورنيشة الفيوتك مع الألوان البيج والألموتال البيج. الدنيا هادية ولطيفة وجميلة جدا. والحمام بتاعنا استخدمنا السيراميك الأبيض الفاتح مع مراية ليد باللون الورم، مع تناسق الألوان ولون الألموتال. طبعا احنا غيرنا كل حاجة في الشقة بالكامل علشان تتحول من شقة عادية، وكانت شقة كانت تحس ان هي ضيقة، لشقة تحس ان هي واسعة وجميلة وراقية. وانت كمان لو عندك شقة وعايز شطبها كلمنا وهنحولها للشكل ده.